لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ المسرح المغربي دون أن نذكر اسم الطيب الصديقي، الممثل والمؤلف والمخرج. هذا الفنان كرمه أمس أحد الفضاءات الثقافية والفنية بالرباط بحضور شخصيات من عالم الفن والسياسة والإعلام، فاكتشف الجميع موهبة أخرى للصديقي هي الفن التشكيلي. بشرى رئيف ويونس الحبشاوي. تكريم بمثابة لحظة اعتراف بالقيمة الفنية للطيب الصديقي، للممثل، للمخرج وللمؤلف المسرحي، احتفاء بمبدع بصم بعطائه التجربة المسرحية المغربية. تكريم ديال الأستاذ الطيب الصديقي جاء أولا لأنه هرم من الأهرام العربية والدولية، خاصة في المجال المسرحي، ثم أن فضاء لامينوديار الثقافة والفن هو فضاء كيحتضن جميع القوى السياسية والثقافية والفنية. التكريم ركز على عرض مجموعة من اللوحات الفنية حول الخط العربي أبدعتها ريشة الطيب الصديقي، واستأثرت باهتمام الحضور من رجال الفن والسياسة والإعلام. أنا سعيد جدا للقاء مجموعة من الأصدقاء لم أرهم منذ سنوات. من هنا تأتي أهمية هذا التكريم وهذا المعرض. ما يجهل الكثيرون عني وحبي للفن التشكيلي، فهو محفزي على الاستمرار أكثر من المسرح أو السينما أو التلفزيون. الطيب الصديقي وإن كان يفضل الفن التشكيلي على باقي الفنون، إلا أنه بالنسبة لمعجبيه يظل رمزا من رموز المسرح. بالنسبة لهم لا يذكر تاريخ المسرح المغربي إلا وذكر الطيب الصديقي.